غير عمري ما حكيت هذه القصة لحتى واحد ماشي على قال الخوف، بس صحي على قال ما كان حتى واحد راح يصدقني. القضية دو صارت في 2013 في دوار صغير، حتى الغابة اللي يسموها الغابة الحمراء. ناس ديال المنطقة ديما يهدروا باللي كاين مخلوقات غريبة تخرج في الليل، وأنا بصراحة كنت نقول غير خرافات تاع الشيوخ. حتى نهار شفتها بعيني، كنت نخدم حارس ليل في واحد مصنع قديم حد الغابة. كلش كان هادئ، بزاف هادئ. مع زوج تاع الصباح سمعت واحد الصوت كيما زلزلة تتجرجر في الأرض. قلت يمكن حيوان ولا واحد دخل للمعمل. شعلت الضوء وخرجت. الغابة كانت كحلة وما كان حتى صوت، حتى حيوانات سكتوا. ومن بعد شفتوا زوج عينين صفرة يبرقوا ومثبتين فيا. كانوا عاليين بزاف باش يكونوا عينين تاع كلب، وكبار بزاف باش يكونوا تاع بنادم. وجهت له الضوء وقلبي حبس. المخلوق كان واقف على زوج طويل، عضلات، والشعر الأسود داير بيه كامل راس الذيب. بصح الجسد جسد إنسان، كي ورى لي سنانه، رجليه رعشوا. ما دار حتى صوت غير كان يراقب، وبدأ يقرب بشوية. كان يختبر فيا. رجعت له حتى حسيت بالحيض. ومن بعد دار واحد والتنيدة، صوت غليظ عمري ما ننساه. غمضت عيني غير لحظة، فتحتهم وما بقي حتى واحد حتى. اختفى. نهار بعده حبست الخدمة وخرجت من ذاك البلاصة. ما نعرف واش كان، بصح ماشي إنسان وماشي حيوان. ليه نعرفوا بلي كاين مخلوقات في الغابات تشوف فينا بلا ما نشوفوها، وأحيانا تخليك تروح